رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الأعزاء، ولسه مكملين مع حضراتكم في حملة شابات وشباب بلا أنيميا. الحقيقة هي حملة مهمة جدا بمساعدة الإعلام ووزارة الصحة، بتنفذ برنامج للوصول لأكثر من قرى في مصر احتياجا عشان نقضي على الأنيميا في فترة قصيرة جدا، ومش بس لسن الشباب لكن كمان بين الأطفال والأمهات والحوامل كمان. حملة مهمة جدا بتلف المحافظات والجامعات زي ما قلت، اسمها شابات وشباب بلا أنيميا. هنعرف أكتر عن الحملة دي مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو، دكتور مهندس منير كامل رئيس نادي لاينز ريماس وهو نادي اجتماعي لخدمة الناس وأحد رعاة الحملة، والدكتورة مها عمارة عضو المجلس القومي للمرأة وبرضو المجلس القومي للمرأة من أحد رعاة الحملة. منورنا ومشرفينا النهارده في عسل أبيض. أهلا بك. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني الأنيميا يعني طبعا في حاجات كتير قوي أو حملات كتير قوي لازم تتعمل في مصر للتوعية ولعلاج أمراض كتير قوي، لكن يعني موضوع الأنيميا ده موضوع ما حدش تطرق له قبل كده. فابتدي بحضرتك يا دكتورة مها، عرفينا أكتر ليه المجلس القومي اختار الموضوع ده وبدأت الحملة من فين ومن مين؟ طيب أنا هستسمح سيادتك بس في حاجة قبل نتكلم عن حملة الأنيميا، بما إننا في شهر كل أعياد المرأة وكده. طبعا قبل ما أقول أي مرأة كل سنة وأنت طيبة، عايزة أقول للمرأة اللي فقدت فلذات كبدتها في أحداث العريش وأمهات الشهداء، بنعزيها وبنقدم لها يعني كامل تعزينا، ومهما عزينا مش هنقدر نوفيهم حقهم يعني. ده أكيد. ده قبل ما نهني كل أم بعيد الأم يعني، نقول للأمهات دي تعزينا. معاهم يا رب. معلش. موضوع الأنيميا، الأنيميا هي احنا اخدين يعني مركز شويه في الأنيميا بالنسبه لمصر، فاحنا بنحارب احنا بنحارب الأنيميا لانه يعني مرض احنا مش عارفينه او مش مدركينه او الناس مش عندهاش توعيه عن الأنيميا. احنا ليه بدأنا بشابات وشباب؟ اخترنا المتوسط العمر بحيث ان الشابات والشباب هم اللي هنوعيهم ونديهم التوعية اللي هيوعوا الأهل، اللي هيوعوا الأطفال. إذا هو قوة بشرية. أنا عندي دلوقتي ليه بنقول الأنيميا؟ لأني عندي الأمهات الحوامل بيجي لها الأنيميا ما بتعرفش غير ما تجيلي حامل وبتحلل الله ده عندي أنيميا، بتخلف لنا أطفال على البيبي. طبعا عندنا 650,000 امرأة حامل سنويا، في من ضمنهم 4 حالات وفيات حوامل يوميا تقريبا من اثار مضاعفات الحمل والانيميا. يا ريت احنا دلوقتي خفضنا نسبه الوفيات في الامهات، اذا برضه لو خفضنا نسبه الانيميا هنخفض من وفيات الامهات طبعا. لو خفضنا نسبه الانيميا في الامهات هتولد لنا اطفال صحيين طبعا. الاطفال اللي هم بينزلوا وزنا ناقص، الانيميا بتاثر على تكوين الجنين. ده اكيد، لانها يعني ده سريعا جدا للمشاهدين، الانيميا من اكتر الامراض اللي هي ما بتوصلش الاكسجين لكل اعضاء الجسم، والاكسجين بالزبط. ده هو مصدر الحياه لكل الاعضاء، فبالتالي لما ما يكونش فيه اكسجين كافي بالتالي كل الاعضاء ما بتشتغلش بطريقه مظبوطه، فبالتالي اعضاء الجنين طبعا الطفل كمان الجنين احنا بندي حمض الفوليك للتكوين بتاع الجنين. احنا بدأنا الاول نقول ان الاكسجين ليه ما بيوصلش، ليه الطفل ما بياخدش نسبه الذكاء عنده بتبقاش الاستكمال في المدارس، ما بياخدش النشاط الكامل الحيوي، ليه الخمول في الشباب، ليه انا لما بجري شويه او بطلع سلم الخفقان في القلب وضربات القلب، ليه العرق، ليه ما باخدش بالي من ده كله كتير قوي. الام ما بتاخدش بالها ان الطفل عنده انيميا غير ما تروح تحلله هيخلع ضرس او هيشيل اللوز او هتعمل عمليه الزايده بنتها الام، مع ان عندنا بقى كمان الامهات لازم تخلي بالها من البنات، لان الشابات قلنا شابات وشباب، معلش قدمنا الشابات لان الشابات معرضه للانيميا اكتر من الشباب، لان الشابه بيجي لها الدوره الشهريه فبتفقد يعني نسبه من الدم بتاعها شهريا، فهي معرضه.
لو حللناها هنلاقي ان ناقصنا بس حاجه بسيطه نبداها، ما نستناش اما نبقى ونيجي حمل نلاقي نسبه الهيموجلوبين بتاعتنا واطيه جدا وبيحصل لنا مضاعفات ونفاجئ ان احنا عندنا انيميا. طب يعني معنى كده ان المجلس القومي للمراه راعى الحمله دي اللي هي كانت اساسها من جامعه عين شمس اداب، الانطلاقه من جامعه شمس بالظبط، كليه الاداب، وبعد دكتوره سوزان القليني. ايوه، ابتديتوا ان انتوا تختاروا القرى المعينه او يعني المفروض ان انتوا اخترتوها على اساس ايه، وبداتوا امتى او هتبداوا امتى؟ هي الانطلاقه بدات من جامعه عين شمس كليه الاداب مع السيده العميده دكتوره سوزان القليني، وكان في رعاه وزير الصحه وزير الشباب، كان في نواب مجلس شعب كتير، وكان في المجتمع المدني منه كتير رعاه لينا لاينز، كان في شركات دوائيه، كان في بصراحه مساعده كبيره جدا، وكان في غطاء اعلامي وبصراحه، والشباب هناك عملوا شغل جميل جدا. احنا لا اتفضلي، انا كنت عاوزه ابتدي اعرف انهي قرى بداتوا بيها او على اساس ايه تم اختيار القرى؟ لا احنا نزلنا عشوائيات، نزلنا قرى اللي هي البحيره نزلت شركات معانا، انما هنا احنا بدانا الجامعات في القاهره، بدانا بجامعه عين شمس، وان شاء الله الشهر الجاي في يوم الصحه العالمي هنكون في جامعه القاهره ان شاء الله، ندعوكم معانا ان شاء الله جامعه القاهره، وجامعه القاهره دعت جامعات اقليميه هتيجي معانا برضو ان شاء الله. كويس جدا. ونازلينها ونعمل مسح، وبنعمل على فكره يعني تحاليل بدون شك اي طالب، يعني تحاليل تقنيه عاليه يعني. دكتور منير طبعا منورنا مره ثانيه في عسل ابيض، معلش انا بعتذر لك طبعا، بس كنا لازم نعرف الحمله عن ايه الاول. اتفضلي فين. نادي لاينز ريماس، يمكن نادي لاينز ريماس بدا في سبتمبر اللي فات، تمام. ان هو يرعى الحمله دي، ده طبعا بيكون على اساس ان بيكون في استشاره ما بين اعضاء النادي، بتتكلموا عن ايه هي الحملات اللي انتوا هترعوها. ليه تم اختيار الحمله دي عشان يرعاها النادي ده، وايه هي الحملات بشكل عام اللي بيرعاها نادي لاينز ريماس؟ تمام. هو خليني ادي لحضرتك فكره عن نوادي اللاينز ونشاطها. نوادي، طبعا احنا كل نوادي اللاينز بتتبع نادي اللاينز العالمي. على مستوى العالم في حوالي يمكن 40,000 نادي موزعين على أكثر من 200 دولة. في مصر احنا عندنا حوالي 42 نادي، أغلبهم لغاية دلوقتي متركز في القاهرة واسكندرية. والنشاط بتاع النوادي دي ان هم عمل خيري بحت للمجتمع المدني. بنروح بنعمل حملات توعية طبية، بنعمل حملات اجتماعية، بنعمل حاجات ثقافية ترفيهية، برضو بننشئ مراكز طبية. يعني الفترة اللي فاتت من كام سنة اتعمل مستشفى أشمون التخصصي للعيون وهكذا. فده نشاط اللاينز، بس نوادي اللاينز بصفة عامة. نادي لاينز ريماس بيعتبر من أحدث النوادي. وسؤال حضرتك ليه احنا اخترنا الحملة دي؟ لأن احنا لينا الحظ ان الدكتورة سوزان القليني الحقيقة هي عضو معانا في النادي دهوت، فنادي ريماس، فهي طبعا عرضت الحملة دي على أعضاء النادي، وأنا بصفتي رئيس النادي طبعا لقيت ان دي فرصة جميلة جدا ان احنا نشترك في الحملة دي مع الكوكبة الجميلة اللي الدكتورة قالت عليها. وفعلا الانطلاقة كانت من جامعة عين شمس كلية الآداب، ولكن الفترة اللي جاية، المرحلة اللي جاية الحملة دي هتتكرر على مستوى إن شاء الله الجمهورية كله، بحيث أنها تتحول إلى حملة قومية يشترك فيها أعضاء نوادي لاينز، يشترك فيها روتري يعني كمجتمع مدني، يشترك فيها وزارة الصحة، هو ايفر كان، يعني أي حد يقدر يشترك في حملة زي كده هتبقى. وهي طبعا هي حملة توعية بالدرجة الأولى، لأنه علاج الأنيميا، وطبعا الدكتورة ما ممكن تقول لنا أكتر، يمكن ببساطة شديدة هي عملية تغذية.
يعني لو في توعيه للتغذيه طبعا. السليمه ده افضل علاج والله بنادي بيها على طول في فقره التغذيه. يعني انا اتكلمت عن الانيميا يجي 14 مره في عسل ابيض، لان هي الفكره كلها فعلا سوء التغذيه. طبعا الانيميا بتيجي عن طريق الوراثه، لكن في الاساس التغذيه الغير سليمه هي اللي بتؤدي للانيميا. انا عايز اقول لحضرتك انها منتشره اكتر ما بين الولاد في المدارس الاجنبيه والانترناشونال سكولز. ليه؟ لانهم متعودين على الوجبات السريعه والوجبات السريعه. طب انا عاوزه اسال، هل نادي لاينز ريماس بيدعم الحمله ماديا ولا بالمجهود؟ يعني والله الاثنين. احنا الحمله انطلقت يوم 8 مارس كبدايه لهذا النشاط الجميل. اتعمل سكريننج لعينات من الطلاب لقياس نسب الانيميا باجهزه حديثه بدون اخذ عينه دم، واعتقد ان النتيجه طلعت يعني كبيره جدا. يعني اغلب الولاد عندهم انيميا. والتوعيه، يعني احنا مثلا كنادي ريماس جبنا جرجير وجبنا عسل اسود وجبنا حاجات زي كده، بس اللحمه والكبده مهمه. وحطيناهم وفرشناهم على الولاد، وابتدينا حوار ان اعضاء النادي يعني ابتدوا حوار مع الطلاب ان ده كذا وده له فايده كذا وده، يعني هي الحقيقه الحمله مش محتاجه دعم مادي كبير قوي، على قد ولكن محتاجه مجهود. بالظبط، مظبوط كده. ده مهم جدا. هرجع تاني لحضرتك يا دكتور مها. يمكن طبعا زي ما حضرتك قلتي احنا عندنا شويه عدم معرفه او عدم توعيه بمعنى الانيميا. انا النهارده لما بقابل مثلا طلاب في الجامعه مثلا، انت اكتر حاجه بتواجهيها ايه معاهم؟ هل ان هم مش فاهمين معناها مثلا، او خلاص اخدوا على الاكل السريع مثلا؟ ايه اكتر الصعوبات او ايه اكتر الحاجات اللي انت بتواجهيها معاهم؟ لا، هو بالنسبه للشباب الشباب ما بيحللش. هو طالما انا كويس خلاص، طالما انا تخين او بصحتي كويسه، طالما بنزل الجيم وبعمل نشاط الرياضه انا كويس. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اسفه لقطع كلامك. اتفضلي. انت عارفه ان سبب من اسباب التخن هو الانيميا؟ يعني الناس اللي مش عارفه تخس سبب من اسباب الموضوع ده الانيميا. ايوه، لان نسبه الحرق مش شغاله مظبوط. بالظبط، خلل طبعا في الجسم كله. انا عايزه اخلي بالي من اني انا لما بعرق زياده او النشاط قل او النهجان او يعني كل ده لازم احلل صوره دم، هعرف ان انا عندي انيميا. انا بطلب من الشباب التغذيه، بطلب من الام تغذي اطفالها ازاي الاول. انا لا بكتر الكميه ولا لا بنوعيه الجوده بتاعه الاكل. زي ما الدكتور قال، احنا حطينا الجرجير، حطينا العسل الاسود. العسل الاسود ارخص يعني ولكن نسبه الحديد موجوده. ما حطيناش اللحمه ولا الكبده. لو الناس اللي هتقول احنا ما عندناش، لا، حطينا العدس الاسود. العدس فيه نسبه حديد عاليه. البتنجان، الخرشوف، الحاجات دي، السبانخ. مين بيطبخ سبانخ دلوقتي؟ في مأكولات اندثرت. يعني السبانخ والخبيزه، الاوراق الخضراء، الخس، دي فيها حاجات نسبه حديد هايله ممتازه. اما طبعا الكبده وكده، بس انا مش هدي كام كيلو كبده عشان افضل اعوض وكده. انا ببدا بالتغذيه. التغذيه كويسه، خلاص انا طفلي بدا النمو بتاعه بقى كويس، وصل لمرحله شباب. لو انا عندي نسبه انيميا بسيطه، باخد حاجات الدواء الغذائي اللي هو المكملات الغذائيه. يعني احنا من حسن حظ الحمله ان كان معانا شركات ادويه برضو بتوزع وبتدي توعيه وكده. النهارده لما انا باجي اقول للشباب انزل الجيم، النشاط حلو، ما تكسلش. يتمشى يا دكتور والنبي، يعني يتمشى حوالين البيت، تعمل رياضه. لكن الضعيف اللي هو مش بالجسم كده، اللي عنده انيميا ما ينزلش جيم قبل ما يعالج الانيميا بتاعته، عشان ما يحصليش مضاعفات وهفقان في القلب. ويعني اتمنى ان احنا صورة دم بس نعرف اذا كان كده. هنبدا بحاجه بسيطه، هنبدا بالدواء، والوقايه خير من العلاج طبعا. هنبدا بدواء بسيط. الانيميا عباره عن ايه؟ يا اما نقص في اني باخد زي ما قلت لحضرتك التغذيه، ما باخد نقص، يا اما بفقد
زي ما قلنا البنات بتفقد اكتر من لازم الصبيان، تعوض. نسبه الفقد اعلى. يا اما باخد وما بيمتصش. ليه ما بيمتصش؟ العادات السيئه اللي عندنا، باكل واشرب مثلا كوبايه شاي ولا كوبايه قهوه بعد الاكل، ما امتصش، بمنع امتصاص الحديد. ده اكيد، ده اكيد. لما- وعايز اقول على حاجه كمان، ناس كتير قوي فاكره ان هو مثلا لو اخدت حديد بس، ما يعرفوش ان لو الكالسيوم مش موجود مش هيتم امتصاص فيتامين الحديد. سي. فعشان كده دايما نقول معلقه العسل الصبح عليها نقطتين ليمون عشان ايه؟ يقدر ليه؟ يمتص. عشان امتص. دايما بقول كده يا دكتور، لان هي عادات بسيطه وسهله جدا جدا، وهتقينا من حاجات كتير قوي. عدم تركيز الولاد في وقت الدراسه الجامد زي ثانويه عامه، دي من الحاجات اللي الناس او الامهات بتركز فيها جامد قوي. يعني يقول لك ايه، انا ابني يقعد ويذاكر كتير قوي. طب انت عرفتي هو استوعب قد ايه؟ هو اصلا مركز ولا لا؟ لو الاكسجين مش واصل لمخه هو اصلا مش قاعد تمام. مركز. درجه الاستيعاب نفسها بالظبط. هتقل. فبالتالي زي ما بقول لحضرتك، هو الحمله هي حمله توعيه بالدرجه الاولى. يعني يمكن 70% منها توعيه، و30% بقى ايه العلاج للحالات اللي هي محتاجه فعلا علاج. لكن مجرد التوعيه، مجرد العلم بقصه الانيميا دي وازاي نتفاداها من الاول، ده يعني يسهل الدنيا خالص، ويبقى العلاج الافضل ان احنا بنقي الولاد من موضوع الانيميا ده من الاول خالص. طب مدى اقبال الشباب او الشابات، كان الشابات اكتر ولا الشباب اكتر في الحمله دي؟ الاثنين والله كانوا يفرحوا. يعني كان نفسنا يعني تشوفوا الشباب والشابات نازلين ازاي بيحللوا، عايزين يطمنوا على نفسهم. ولما سمعوا ان احنا بنقول الانيميا ده، حضور رهيب، حضور رهيب. يعني نفس وزير الشباب لما شاف الناس بتقول لنا احنا فاتحين لكم مراكز الشباب، تيجوا تعملوا اللي انتوا عايزينه فيه. الدكتوره مايا مرسي جت وقالت المركز القومي، يعني انتوا عايزين المجلس القومي للمراه اللي عايزينه اعملوه. يعني جوه رعاة يعني اعضاء مجلس الشعب قالوا انزلوا الاحياء بتاعتنا، هنجيب الناس. الاقبال كبير يومها، كان في اقبال من الشباب بصراحه، وتوعيه جميله جدا جدا. وفي ناس كانت بتقول انا ما اعرفش يعني ايه انيميا. ده حقيقي، ما اعرفش يعني ايه. عشان من كتر ما احنا بنقولها من غير ما نفهم معناها، دي مشكله يعني. طب ايه هي المقومات اللي تنجح اي حمله يا دكتور؟ هو بصراحه يقوم اي حمله ان احنا ما نرميش على بعض، احنا نساعد بعض. تعرف انا سالتك السؤال ده ليه؟ لان في ضيف كان منورني في الاستوديو من فتره وقاعد يقول ان المجلس القومي للمراه الحقيقه كان المفروض ان هو يؤدي مجهود اكبر من المجهود اللي هو بيأديه. وده اللي خلاني اسالك السؤال ده، يعني هل المجلس القومي للمراه، عشان هي نفس المعنى بالظبط، ان هي يعني الضيفه كانت بتحاول انها ترمي المسؤوليه على المجلس القومي، لا بس لو كل واحد عمل دوره بطريقه مظبوطه متهيألي ان الموضوع هينجح. بالظبط. احنا عاملين تقييم ودراسه دراسه يعني السياسه العامه في مجال صحه المراه. وعاملين استراتيجيه 2030 وان شاء الله تنجح. ان احنا على 2030 هيكون في المجتمع كله كل فرد ليه غطاء يعني صحي آمن يا رب يا رب. مع حضرتك يا ريت احنا بنرمي على كل حاجه، يعني على وزاره الصحه. احنا برضو بنتابع السياسات كلها، بنتابع المجال الصحي كله. لكن انا دلوقتي مثلا انا عندي طب الاسره، طب ناجح، وفي المراكز الوحدات الصحيه موجوده، لكن الفريق الطبي مش موجود. الفريق الطبي الادوات الصحيه مش موجوده. فاحنا بلاش احنا يبقى العبء على المجال وزاره الصحه لوحدها. عشان كده المجتمع المدني بيساعدنا، عشان كده في نادي زي التكامل، واحنا بنقيم وبنعمل السياسات دي، احنا اللي بنقيم. وان شاء الله الاستراتيجيه بتاعتنا 2030 هتكون استراتيجيه ناجحه ان شاء الله. كل فرد عنده الحق في العلاج وبدون تميز ان شاء الله. طيب احنا معانا صور بنتفرج عليها من الحمله. يمكن دي مشاهدين يقدروا يشوفوا اكتر ايه اللي كان بيحصل في الحمله.
دول اللي لابسين اصفر دول مجموعه نادي ريماس. ايوه. وده الحضور بتاع سياده الوزراء ده لينا وزير الصحه اه دكتوره سوزان. وهنا ده بس جزء من الحمله. لما هديت شويه حاولنا نصور لان كان في ضغط من الشباب ما شاء الله يعني. اوكي. طيب انا عايز اضيف حاجه للسؤال اللي حضرتك سالتيه بتاع ازاي نعمل حمله ناجحه. المانجمنت، الاداره طبعا، اداره الحمله مهمه جدا، وبعدين توزيع الادوار والتيم وورك، التكافؤ. انا عندي حاجه كاعلام، يعني حمله زي دي انا لو ما غطيتهاش يبقى انا ما عملتش دوري. طبعا دور الاعلام حضرتك طبعا كنادي يعني كنادي خيري بيساعد الحملات اللي زي دي، ده دور حضرتك ودور النادي. المجلس القومي، الوزاره، لو احنا كلنا تكافئنا وحطينا ايدينا في ايدين بعض، تكاتفنا انا اسفه تكاتفنا، يعني ما افتكرش ان حمله زي كده ابدا حتى يعني مش هيجي لها ناس او مش هيبقى في توعيه. المساعده، التعاون، متهيألي مظبوط. والتنظيم يعني انا اذكر ان احنا قبل 8 مارس اتعمل عده لقاءات، واخده بال حضرتك، مع الدكتوره سوزان ومع اغلب الناس المعاونين في الحمله، علشان نشوف نحط استراتيجيه ازاي، ايه الخطوه اللي بعد الحمله. الحمله مجرد انها يعني اوبننج سيرموني، يعني ايه، افتتاحيه للموضوع، لكن بعد كده الخطوات ايه اللي هتتعمل. حطينا هذا الاستراتيجيه، وان شاء الله زي ما قالت الدكتوره مها في جامعه القاهره، وبعد كده هيبقى في محافظات وهيبقى متابعه والمدارس والجامعات ومراكز الشباب. يعني انا بنادي يا ريت الاعلام عندنا احنا الضعف الوعي الصحي والتغذيه السليمه. اكيد يا ريت الاعلام انا بعمل الوعي والله والتغذيه السليمه. يعني والعسل انا الابيض والعسل الاسود كمان. ايوه بس يعني انا بنادي حتى برامج الاكل موجوده في كل الفقرات. يا ريت الوعي الصحي والتغذيه السليمه. يعني واحنا بنعمل الاكل السيدات البرامج الاكل اخذه الدرجه الاولى. ايوه مظبوط. فيكون في التوعيه الصحيه والتغذيه السليمه. اكيد شرفتونا. الوقايه خير من العلاج. طبعا شرفتونا ونورتونا. يعني الحقيقه اتمنى ان شاء الله نقابل حضراتكم في حمله جديده وفي مشروع جديد، وينول يعني النجاح اللي نالته الحمله دي، ونتابع كمان اللي حصل. احنا مكملين ان شاء الله باذن الله. دي كانت انطلاقه من جامعه عين شمس. بشكركم جدا. ان شاء الله تكونوا معانا في جميع الحملات. ده هيحصل ان شاء الله. ده هيحصل اكيد. ويبقى في تغطيه اعلاميه قويه، لان هي ده الحمله. اكيد. يوم الصحه العالمي ان شاء الله الشهر الجاي بندعوكم معانا. اكيد هنكون عسل ابيض، اكيد هنكون معاكم. ولو يعني عرفنا نعمل اي حاجه غير تواجدنا بس، او ان احنا ننقل ده للمشاهدين، اكيد هنبقى اكتر ناس حابين ان احنا نعمل حاجه زي كده. بشكركم جدا دكتوره مها عماره عضو المجلس القومي للمراه، دكتور مهندس منير كامل رئيس نادي لاينز ريماس، وطبعا هو النادي الخيري المعروف. بشكركم، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نشوفكم على خير في عسل ابيض. مشاهدينا الاعزاء بشكركم على وجودكم معايا في عسل ابيض. نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره باذن الله. تابعونا. باي باي. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول، وذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي، أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل
حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي. فين حبيب القلب يا بلدي كان بعيد عني يا بلدي، وكل ما بغني بفكر فيه. قول يا حبيبي انت سايبني ورايح فين؟ اجمل لحن ده حنغني احنا الاتنين، يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين سطرين. يا ليل يا عين يا عين يا ليل يا ليل يا ليل كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين قمر يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع ليك يا بلدي وأفضل دايما